السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال عمو جمال قصص جميلة للأطفال. عمو جمال عمو جمال قصص جميلة للأطفال أحلى حكايات للولاد وللبنات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. واستنوني لحظات وهرجع لكم تاني. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر المولى الرحمن والصلاة والسلام على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كان في غابة كبيرة ساكن فيل ضخم. الفيل كان متعافف نفسه بجسمه، وكان مغرور لدرجة ان هو ما بيشوفش حد، وجنبيه حمامة صغيرة. الحمامة دي كانت عايشة في حمام، وكان طول الوقت بيقول لها انا حميك يا حمامة، والحمامة تقول له الحامي ربنا، بس ربنا مسببك ليا. قال لها ما تخافيش. لفت الايام والحمامة اتجوزت وخلفت بيض، وجوزها سابها ومشى، والبيض ده كبر اتفقس. اول ما اتفقس بقي صغيرين، والفيلم هو ماشي رايح يهز الشجره اللي هي عليها، الحمامه تخاف يهز الشجره اللي عليها، تقول له يا فيل امشي بالراحه عشان ما توقعش الفراخ. قال لها لا، انا ما امشيش بالراحه، انا قوي وحديد ومحدش يقدر عليا. في يوم من الايام الفيل ماشي بالقوة بتاعت رجليه، اتهزت الشجرة، وقعت الفراخ، داس عليها الفيل، ماتت. الحمامة شافت يا فيل يا فيل الحق ولادي، ما سمعهاش ومرضيش يرد عليها وموت الفراخ. راحت له وقالت له يا مولاي يا فيل يا عظيم. قال لها مالك يا حمامة؟ قالت له موت عيالي. بص لها من فوق وتحت وقال لها ويعني ما يموتوا فرخ ولا 2 ولا 3، خلف غيرهم. قال له بس انا حبيتهم. قال لها لا، مفيش حاجه اسمها حب جنب الملك، انا القوي. قالت له يا فيل انا ممكن اخد حق منك. تاخد حق منك؟ طب ازاي؟ وريني يا حمامه. وضربها خلاها طارت. الحمامه فضلت تروح شمال ويمين وتبكي، وقعدت حزينه اسبوع. وبعد اسبوع فكرت فكره. عارفين فكرت ايه يا اولاد؟ لا. استنوا لحظات وهرجع لكم اقول لكم عملت ايه. المهم الحمامه راحت عند مجموعه الحمام وقالت لهم تعالوا انتقموا معايا من الفيل. الحمام قالوا لها لا، طب احنا نعمل لك ايه؟ احنا حمام وهو فيل، لو كلنا اتلمينا عليه مش هنقدر نعمل له حاجه، ولا اسناننا حاده ولا مناجرنا حاده ولا اي حاجه. الحمامه احتارت، راحت عند الغربان وقالت لها يا غربان يا غربان. قالوا لها نعم يا حمامه، ايه حكايتك؟ حكت لهم كل الحكايه. قالوا لها طب احنا نقدر نعمل ايه؟ قالت لهم ما تعملوش حاجه، هتقفوا فوق راس الفيل وتقفوا قدام عينيه وتنقروا ايه؟ عينيه. جد الغربان 2 من الغربان وقفوا على راسه، هو محسش بيهم، فضلوا ينقروا في عينيه لغايه ما الفيل عمي. بيجي كل يوم يمشي وهو اعمى، يدور على الميه بتاعته عن طريق الصوت. في يوم بعديها بلحظه قالت لازم انتقم منه للاخر. عملت ايه؟ راحت عند الضفادع وقالت لهم يا ضفادع يا ضفادع مالك يا حمامه. حكت لهم كل ايه؟ كل الحكايه. قالوا له طب احنا نساعدك ازاي؟ ده احنا ضعاف. قالت له لا، تعالوا في حفره ناشفه واعملوا ايه؟ صوت، واول ما يجي الفيل هيقع فيها. قالوا لها بس قبل ما نعمل كده نعمل في الميه. عملت الضفادع كده، الفيل فضل ماشي 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 وفضل يشرب من الميه. تاني يوم عملوا كده، فضل ماشي 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 لغايه ما وقعوا ايه؟ شرب من الميه. تالت يوم سابوا الميه ووقعوا فين؟ في حته ناشفه. فضلوا يعملوا صوت الضفادع لغايه ما فضل ماشي 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 ماشي، وجاي يشرب من الميه ما لقاهاش ميه، لقيها حفره. وقع جوه الحفره، وقع بجسمه كله. وجد الحمامه وقالت له ايه رايك يا فيل؟ الفيل قال لها الصوت ده مش غريب عليا. قالت له انا الحمامه جارتك، انا اللي موتت عيالها، انا اللي كنت بقول لك حرام عليك، انا اللي كنت بقول لك
هعمل لك واعمل لك واعمل لك وانت استهزأ. قال لها حرام عليك يا حمامه. قالت له انت السبب والبادي العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ومات الفيل وفرحة الحمامة ان هي انتقمت لولادها. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك. ونحط لايك. السلام عليكم.